بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم عندي مرة اخرى في القناة. ان شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين في احسن الاحوال ديالكم نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الحليوه سهله البنات وبمكونات سهله واقتصاديه. عفوا، كتجي البنات غزال البنات كيف كتشوفوا هذا الشكل هذا، كتجي مقرمشه البنات وكتجي فنيونه ما شاء الله البنات. كيف كتشوفوا البنات كتجي مقرمشه ما شاء الله وكتجي فنه البنات. مكونات بساطين كما قلت لكم، وان شاء الله يا ربي تنال الاعجاب ديالكم باذن الله. وقبل ما ندوزو البنات المقادير، كنرحب بالبنات اللي انضموا للقناه ديالي، كنقول لهم شكرا وعلى الثقه ديالكم. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديالكم، وما تنساوش البنات تدعموني باللايكات ديالكم وبالتعاليق ديالكم ان شاء الله، باش نزيد ان شاء الله نشارك معكم وصفات اخرى باذن الله. نبقاو مع المقادير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الحلوى البنات غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال كوكو البنات ممكن تطحنوه ولا تحتفظوا به على هذا الشكل هذا. انا حتى كيعجبني تجي ديك الحلوى فيها ديك كوكو هيداك محبب، واللي ما كيعجبوش ديك هذاك يجي داك محبب في وسط الحلوى يقدر يطحنو. انا كيعجبني بهذه الطريقه كنعملو بهيدا، كل واحد عنده اختيار. صافي البنات كاس كما قلنا ديال كوكو، جوج ديال البيضات، نص كاس ديال الزيت، 10 غرام ديال الخميره ديال الحلوى، وقشر ديال الليمونه محكوكه، والطحين البنات حسب الخليط. صافي البنات هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. دابا غادي نمروا الطريقه ديال التحضير. بالنسبه للطريقه ديال التحضير البنات، اول حاجه كنعملوا الزبده البنات خصها تكون لينه بحراره الغرفه ديال الحراره ديال المطبخ. صافي عندنا 125 غرام، وغنزيدوا عليها نص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال السكر. صافي البنات وغادي نحاولوا نخدموا حتى نسجلنا الزبده والزيت والسكر مع بعضيتهم، عاد نضيفوا باقي المكونات. صافي البنات هيا من بعد ما نسجموا لنا الزبده والزيت والسكر غادي نضيف البيضات، جوج ديال البيضات البنات. جوج بيضات البنات يكونوا صغيورين، ما يكونوش كبارين بزاف. الا كانوا كبارين بزاف استعملوا غير بيضه واصفر بيضه البنات. صافي وغادي نخلطوا عاوتاني حتى نسجمنا الخليط. صافي البنات كيفاش كتشوفوا ها هو الخليط البيضات هما دغيا نسجموا. صافي غادي نزيد كاس ديال الكوكو، نزيد قشور ديال الليمون او الحامض، ونزيد الخميره ديال الحلوى، صافي البنات ونبدا نزيد الطحين بشويش بشويش على حاله عفوا الطحين على حسب الخليط البنات، يعني ما كاينش شي قياس معين. صافي البنات هذه هي العجينه ديالي. من بعد ما جمعتها كتجي على هذا الشكل هذا، ما كتجيش خفيفه بزاف، ما كتجيش قاصحه، كتجي على هذا الشكل هذا. صافي البنات دابا غادي ندوزو للطريقه باش نشكلوا بها اللي غادي نشكلوا بها هذه الحلوى.
بالنسبه للبنات للتشكيل غادي نحتاجو هنايا عندي كاس ديال الكوكو مع 2 مغارف كبارين ديال السكر. هادو غادي نفندوها فيهم البنات. مي غادي نشكلوا الحلوى ديالنا غادي نفندوها في هاد الكوكو والسكر، عادي كنحطوها في لاطه باش طيب. تبعوا معايا البنات باش تشوفوا الطريقه. غادي ناخذوا البنات قياس ديال الحلوى على حسب نتوما الحجم اللي بغيتوها كبيره ولا صغيره، تقريبا هذا القياس. غادي نعملوا حريبلات على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا البنات. قسمنا شويه صافي. وغادي نعملوا البنات هذا الشكل هنايا في هذا الكوكو ديالنا والسكر، وغادي نحاولوا حنا نفندوها وحنا كنحاولوا نشكلوها على شكل هلال على هذا الشكل هذا. هاي البنات كيف كتشوفوا هذه هي الحليوه ديالنا البنات، كتجي على هذا الشكل هذا صافي. وكنحطوها في الصينيه ديال الفران اللي غادي تدخل الفران صافي. البنات غادي نستمر على هذه الطريقه حتى نكمل العجينه ديالي كامله. صافي البنات، ها هي الحليوه ديالي من بعد ما كملتها شكلتها كامله كيف كتشوفوا. كشكلتها على شكل هلال. صافي البنات، كيف كتشوفوا البنات كتعطينا واحد العدد كبير، يعني واخا مكونات بساطين. وطبعا اللي بغى العدد بكثر من هكذا يضوب المقادير. صافي البنات، دابا غادي ندخلها الفران على درجه حراره 180 درجه، تقريبا كتدي نص ساعه حتى 35 دقيقه ديال الطياب. صافي البنات، ونرجعوا باش نشوفوا الطريقه اللي غادي نزينوا بها الحلوى ديالنا. صافي البنات، ها هي الحلوى ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي محمره وكتجي غزيوله البنات، كتجي فنيونه ما شاء الله. صافي البنات، خليتها حتى بردت صافي باش نزوقها. بالنسبه للتزيين البنات، انا ذوبت هنايا عندي في هاد الميكا، عندي هنايا 100 غرام ديال الشوكولاط اسود مع 2 مغرفات ديال الزيت نباتيه عاديه. صافي غادي نزوقها بالشريطات ديال الشوكولاط. ممكن البنات نتوما ما بغيتوش تعملوا هاد الشريطات، ممكن تغطسوا النص ديالها في الشوكولاط، كتغطسوا غير النص وكتخليو النص يعني بلا حتى شي حاجه، حتى هو كتجي الديكور ديالها مزيون. انا صافي غادي نكتفي غير بهذاك الشريطات، كتجي حتى هي الشكل ديالها مزيون. كيف كتشوفوا البنات، عندي هنايا ميكا فيها يعني اي ميكا بنات، ميكا عاديه اللي عندكم في كوزينه. غادي نقطع شويش بالمقص من هنايا بهذه الطريقه كيفاش كتشوفوا البنات. صافي وغادي نبقى نعمل شريطات على هاد الحلوى كامله. صافي البنات، ها هي الحليوه ديالي من بعد ما زوقتها بالشوكولات بهذه الطريقه كيف كتشوفوا بهاد الخطوط ديال الشوكولات. صافي غادي نتسنى البنات حتى يجمد هذا الشوكولات صافي باش نحطوها في الطبق ديال التقديم.
وهذه البنات هي الحليوه ديالي، كتجي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا البنات. كتجي غزاله تبارك الله، كتجي محمره ومقرمشه البنات، وسهله البنات واقتصاديه، وكتخرج كميه زعما مزيانه. انا عملت مقادير غير قليلين البنات وخرجت لي هذه الكميه هذه تبارك الله. البنات طبعا الا بغيتوا تضاعفوا المقادير كتعطي كميه كبيره ما شاء الله. كنتمنى البنات انها تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله. كتجي مزيونه البنات هيدا مع في العشيه هيدا كويس اتاي، ولا كان جينا عندك الضيوف كتجي مزيونه بزاف البنات. ان شاء الله يا ربي تنال الاعجاب ديالكم البنات وتجربوها باذن الله. وكنقول مرحبا بكم مره اخرى البنات اللي انضموا للقناه ديالي، وشكرا بزاف للبنات اللي ديجا كانوا معايا، كنشكركم بزاف. وان شاء الله البنات نشوفكم فيديو جديد في امان الله، والسلام عليكم.